راني درك نبدل الكلاسمون جماعه تاع الطلبات باش تاني اللي من تحت يقدروا يطلعوا. اسمح لي شوقي برك راك تعرف كونيكسيون تاع القوة الضاربة. يا خويا الكونيكسيون تاع القوه الضاربه هي الكونيكسيون الوحيده في العالم اللي تخليك تطلع في السطح. تيرمون تيك توك ما يفهمش تسمى كيفاش الناس عندهم كونيكسيون كيما هذه، يعتبرك غير موجود. لا عارف والله غير موجود يا أخي. الله المهم، كارثه. انا واش كنت نقول على غزة. انت كي تهضر على المساعدات، انا نهضر لك على حاجه صاريه هنا في العاصمه في لاجيري كومبلي. ايه هي اي واحد يخرج بعلام تاع فلسطين ما زعما في مسيره يتضامن معاهم، اقسم بالله غير يرفدوه وما يزيد يشوف الضوء. داير العالم كامل خرج في مسيرات، وحتى المطبعين وهما خرجوا مرات في مسيره مرخصه وخرجوا يشطحوا في الشارع. هذا ما كان. وما يجي يقول لك غزه ما غزه، هي مجرد شعارات فارغه يديروها في قنوات الصرف الصحي تاعهم ويخلوهم راهم يجوزوا فيها. لازم الشعب يلتفت ليه، نروحوا قبل يشوفوا واش كاين، ندوروا على هذا النظام، نعاودوا نبنوا بلادنا. ما داتيك ساهل. ما تماك تبان لك كيفاش دير، كيفاش تعاون غزه ولا تعاون سوريا ولا الجماعه اللي نقولوا لهم الاخوه العرب. يعطيك الصحه خويا العزيز. شكرا خويا شوقي. يا مرحبا بك معنا في اي وقت. الله يعطيك الصحة يسلمك. خويا. الله يهنيك. صح. يا شوقي قلت له واحد جدرميه داخل لابريغاد في باتنا. وين في باتنا بعد؟ وين با في باتنا؟ والله ما سمعت، مازال ما سمعتش بالقضيه. سامحونا يا جماعه والله لا اللي مدايرين طلبات والله لا كونيكسيون راني ثلاثه نتكا اكسبتي. اخونا التونسي براك يطلع. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. مساء لاباس الخير. خويا؟ الحمد لله والله الحمد لله. بالله خويا شوقي، نحب نسألك سؤال برك وسامحني ما نطولش مرحبا عليكم. خويا. باه. هو أي نظام في العالم هذايا فيه حاجات خايبة كما فيه حاجات باهية، نجم يكون فيه حاجات باهية. وأنا عمري ما سمعتك، يعني أنا نتبعك عمري ما سمعتك قلت حاجة باهية. نجم نعرف على الأقل حتى كان فيه ولا تكون تعارض نظام، شنو الحاجة اللي تشوفها عطاها وإلا الحاجة اللي تشوفوا إنه قدمها للبلاد هذيك. وفما حاجة أخرى نحب نقولها. تو المغاربة في لي كومونتير، تو أنتم كي هو يحكي ولا يحكي على البلاد ولا مش عارف، مي تا با بوزوان باش تعايرهم ولا تتدخل. سا تو ريغاردو با، هما يحكي في بلاده دونك سا تو ريغاردو. كيما انت ما تحبش شكون يحكي لك على بلادك، مي تا با بوزوان باش تقول باش تجي تحب شوف الانسان هذايا خويا راني خليتك باش ما نقطعكش بزاف بصح حبيت برك نعرف، انا نشوف لي كومونتير على الاقل. معليش خليني نقول لك حاجه برك. انا هنا لست لمناقشه، انا خليتك باش ما تقولش وقمعني، كملت شويه الكلام. لست هنا لمناقشه التعليقات. تحب تناقشني في قضيه تاع افكار اللي هي بالك السؤال الاول تاعك نقدر نتناقش معك. تحب تناقش التعليقات تقدر تنزل لتحت وترد على هذيك التعليقات وتقول لهم ماذا تريد ان اقول ان تقول. انا و1800 واحد يتفرج عليك، انا جو بريفير يتفرج عليك 1800 جزائري ويسمعك 1800 يا خويا جزائري. انت تو بريفير با انا اللي يجي يدخل مرحبا به. انا شمال افريقي، شمال افريقيا كامل. انت تونسي راك طالع معاي وراني نخليك تتكلم، ما قلقكش الحال ورايح تتكلم على دوله واحده اخرى. انا ما نجمش. ما انت ننزلك، نزلني عادي ما قلقتنيش. اوكي شكرا لك. ونجاوبك على السؤال لانك انت تقول انت تونسي، ما انا تونسي تاني ما نخليش يتكلم. والتوانسه دائما يجي مشكل في الصوره جو سي با. قال لي جو بريفير درك انا هنا ما يطلبه المستمعون. يجي تطلع ناقشني فكريا، جاي تحكي لي على التعليقات. هم لك التعليقات روح سبهم وروح طلع معاهم للسما، ديروا دي باغار بالك يحل لنا تيك توك خاصيه باش نديروا دي فايت. روحوا ديروهم في التعليقات ماشي عندي انا. اسنا ترجع الصوره برك قولوا لي دا الصوره مليحه يا جماعه. بزاف التعليقات قالوا لي مشكل في الصوره. الله يحفظك الله يهنيك. مليحه دركا مليحه اوكي.
برك باش نجاوبوا على السؤال، رغم اني ما حبيتش نقمعوا يعني، ما عليناش. انا سمعنا السؤال الاول، هو قال لي تسمى ولو انه ما فهمتش مليح، انه النظام الجزائري كشغل يسمعني هو نتكلم دائما نقول انه نتكلم على السلبيات، اعطيني الايجابيات خويا. انا دائما نطلب مام انصار النظام نقول لهم اعطوني الايجابيات، ما يعطونيش الايجابيات. وين راهم الايجابيات؟ خارجيا مثلا لما تشوف جمهورية الكونغو الديمقراطية تستدعي السفير الجزائري توبخو، مالي تستدعي السفير الجزائري توبخو، النيجر تكذب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، لافروف وزير الخارجية الروسي يقول لك لا وزن لا هيبة لا مواقف، وما هي والوزن والهيبة المواقف هي معايير الدخول للبريكس، والنظام الجزائري ما دخلش للبريكس، و2023 تبون قال لك سنة الانضمام للبريكس. هادو برك ينهزو خارجيا، داخليا البلاد تغرق بزخات تاع مطر. اعطيني الايجابيات، اذا كاين ايجابيات اعطيوني. وزير سابق يحاكم، وزير تاع الشركات الناشئه، يقول لك الشركات في الجزائر اغلبها شركات وهميه، وانا ما فهمتش كيفاش لقيت روحي وزير. اعطيوني الايجابيات والله نهضر عليها. انصار النظام منين تسقسي اعطيني الايجابيات يسبك، يطيح لك. وهذا التونسي هو الدليل على الكارثه. مساكن خاوتنا في تونس غرقوا مع النظام الجزائري، غرقهم معاه، يضلوا يتبعوا في النظام الجزائري. هاو شوفوا الاحوال تاع تونس. هذيك الخطره وحده قالت لهم سامحونا، مدايره فيديو مسكين واحد التونسيه قالت لهم سامحونا يا جماعه، قالت لهم احنا البلد الوحيد اللي عندنا الطوابير. قلت لها بصح ما كومش الوحيدين، انتم راكم جيتوا ورا الجزائر مع النظام الجزائري. هاو اللي يتبع تبونا اللي معاه وش يصرالو. وتونس خير دليل، باسكو تونس ما لازمش تكون يعني في الوضع اللي راهي فيه. هاو جا واحد تونسي اخر دوك نهبطوا. بالله ممنوع. السلام عليكم ورمضانك مبروك يا اخويا. علاش تهبط؟ رمضانك مبروك خويا العزيز. وجا اخوك التونسي قال لك انت علاش تخلي الشمال الافريقيين الاخرين يهضروا؟ هو يتحمل مسؤوليه السؤال نتاعو والجواب نتاعو. راني نضحك معاك برك انت، احنا ما نحملوش، ما نديروش العقاب الجماعي خويا. يعطيك الصحه ربي يخليك. انا مرحبا بك خويا، تفضل. انت 100% مع مواقفك 100%. شوف التونسي ما نقولش التونسي مظلوم. وتعرف انت السيتياسيون اللي فيها تونس تويكا، حكم غير مرغب به، انسان عمل انقلاب اخرته على قريب ان شاء الله، معناها باش يتنحى اخر العام هذا، وبحول الله لا محاله فهمتني باش يتغير، وباش يكون موقف التوانسه يرجع يختلف 100% مع الموقف الرئيس الموجود تويكا في تونس. هذاك ما يمثلش اراء التوانسه، انا متاكد منه فهمني. لا اذا انا نتمنى من حاجه من اخواني الجزائريين يحطوا رواحهم في، يقول تويكا نحن سوريا وهنا نبداو نخدموا في بلادنا. نتمنى من رب يقول نحن ما عنا شيء. فحنا نحن زاد نحن في الثوره تويكا صار ثوره، صار دمار شامل. انا نتمنى من الجزائر يقول يا خويا نحن نبداو من جديد، راهو ما عنا ريع. وفعلا هو ما ثم حد شيء، لا بنية تحتية، لا اقتصاد، لا سوريا سوى الجزائر سوى تونس. نتمنى باش نقربوا شوية المغرب، هذا واقع ما ننكروش فيه. راني أنا عندي جزائري والمغربي كيف كشعب، لكن تختلف في الحق بتاع ربي العيشه بتاع المغربي والعيشه بتاع التونسي والعيشه بتاع الجزائري. نتمنى من الجزائري يفيق ويقول اليوم انا في الزيرو في حال التونسي، اليوم نبدا نخدم على روحي 5 سنين 10 سنين 5 سنين تتغير معناها. هو على كل حال خويا، انا بالنسبه لتونس دائما نقول تونس الحل تاعها هو الابتعاد عن النظام الجزائري، انه تبقى علاقات، وانه تونس ضروري انه تبقى العلاقات الجزائريه التونسيه، لكن هذاك الارتباط العضوي مع النظام الجزائري هو اللي مخلي تونس في الكارثه اللي راهو. حتى هذاك النسخ تاع المواقف مثلا في القضايا الخارجيه، تونس اصلا يعني الحجم تاعها، القدرات اللي فيها، البناء المؤسساتي اللي في تونس واصل لدرجه عاليه بمشاكلها. تونس عندها امكانيه انها تنتقل الى نموذج واحد اخر، بصح لما تبقى مرتبط بنظام عسكري اللي حنا دمر لنا بلادنا وخلانا في الكوارث داخليا وخارجيا،
بطبيعه الحال تونس راح تبقى في الكوارث اللي راهي فيها بعيدا على من يحكم تونس. وذاك علاش انا باش نقول لك بصراحه اللي حشمت باش نقولها لك كجزائري، على خاطر من جزائري لجزائري تختلف. ثم جزائريين يحسوا اللي كونوا جرحت نقول له انا نتمنى معناها الدوله التونسيه تبتعد على النظام الجزائري، لكن ما حشمت باش نقولها لك، فهمتني؟ ربما شعورك انا جزائري اريد الابتعاد عن النظام الجزائري لانه خلى بلادنا ضحوكه في كل المجالات، لانه خارجيا راك تشوف الكوارث ربما راك تتابع البريكس يقول لك 2023 مشيت لسكيكدا، مشيت لقسنطينه 3 سنين التالي، ومشيت للخروب، فهمتني؟ لاصقه في قسنطينه. الحق نتاع ربي اقسم بالله بكيت غاديكا، قلت هذه وعلى بالك راك قسنطينه راك في عاصمه الشرق وواحده من اكبر الولايات في الجزائر، راك شفت الحاله تاعها. اقسم بالله بكيت، قلت هذم جيراننا وهذه بلاد الغاز والبترول. في الواقع نورمالمون يلزمهم يعيشوا احسن من القطري واحسن من الاماراتي واحسن من الليبي واحسن من الدول، وربما احسن من دول كثيره في اوروبا. انا نحزن وقت اللي نمشي الجامعه في المانيا هنا نلقى التونسي ونلقى المغربي، لكن ما نلقاش في الجامعه جزائري. انا يأسفني. انا نمشي المستشفى نلقى الطبيب التونسي، الطبيب المغربي، الطبيب المصري، الطبيب السوري والعراقي، ما نلقاش الطبيب الجزائري هنا في المانيا. نمشي لاي مؤسسه من المؤسسات الالمانيه الكبيره ما نلقاش الجزائري. انا نتساءل عليه وين فلوس الجزائريين، وين التعليم تاع الجزائري، ليش؟ لكن نتمنى من الجزائري يفيق ويقول هنا نحن اليوم نخدموا ارواحنا 15 سنه بحول الله تبدا الجزائر حاجه اخرى. هذا نتمنى من الجزائر. والسلام شكرا عليكم. خويا التونسي، مرحبا بك خويا في أي وقت. شكرا لك. فاتنا 3 ايام بدون كهرباء، هذاك ما خصنا. مساء الخير شوقي. مساء النور اختي، مرحبا بك. لاباس عليكم؟ صافا؟ والله بيان، مرحبا. عندك مده ما جيتيش عندنا. ما كنت مشغولة مع الشغل ومع مع الحياة. مرحبا مرحبا اختي، تفضلي. الحياة أخذ وعطاء. وشوف الجزائر يعني ما وش نقول لك، ما بدون تعليق، ولكن التعليق أنه الجزائر ما فهمناش، خلقت أعداء مانيش عارفة منين جاتهم. كيما الآخر يقول لك، كي سألته قلت له إسرائيل هل هي عدوة؟ قال لك نعم، بصح ما يعرفش علاش هي عدوة. فهمتني؟ هما ما يحبوش فلسطين لأنهم يكرهون اليهود، يكرهون الصهاينة، سيتو. ما مش حب للفلسطينيين. أنا عشت في تونس في وقت بن علي، كانت الرفاهية وسيبغي، ما كانش حرية التعبير وما كانش، ولكن كانت المرأة عندها حقوقها. وكانت نهار جاهم هذاك الغنوشي وجاء هذاك التطرف حتى لقاو عندها بنته سرقت الملايين من تونس. المغرب ربي يحفظهم وربي يزيد لهم، لأنهم كما قال لك، شوف السيد المغربي قال لك أنه إحنا حتى ولو جو في لو باكت افيك لو ديابل كونت يساجي دو لانتيغي دو مون بيي. فهمتني؟ قال لك من باع بلده باع عرضه. فهمتني؟ إحنا تغيرنا لبلادنا، ولكن علاش ما فهمتش انايا الحكام الجزائريين علاش ما يقطعوش العلاقات ما بين الناس اللي طبعت مع اسرائيل، الصين مع اسرائيل، اسمها هذه شو اسمها روسيا مع الصهاينه، كل البلدان، قطر، الامارات، كل البلدان كل مع الصهاينه. والجزائر ما حبتش تقدر تعاون الفلسطينيين في غزه، لانه المشكل ماشي في اسمه، المشكل بتدخل الجزائر ما قدرش تقول باللي ما عندهاش ولا ما تقدرش، ولا جو بونس انا على ما اظن يعني الجزائر مش قادره باش تساعد الغزاويين. اسكو هذه يعني ماشي مش قادره بصح. الاشكال انك انت لما تقول كما تبون قال لك القضيه الفلسطينيه خليوها عليا انا، وانه احنا ضد الهروله نحط تطبيعنا مع الفلسطينيين.
لازم تكون انت قادر تخلق الظروف تاع انك تساعد، لانه هنا ماناش دركا في قضيه تاع مثلا مسائل سياسيه ولا اقامه دوله فلسطينيه. هنا رانا امام ناس غزاويين اطفال عادوا ياكلوا في التراب، المزابل ما يلقاوهاش باش ياكلوا منها لانه ما كانش مزابل. دونك نتايا باش تقدر تدخل لهم مساعدات لازمك عمل دبلوماسي، والعمل الدبلوماسي يكون بالتواصل مع الطرف الاخر. انت يا روسيا مدايره جرائم، ايران مدايره جرائم في سوريا، علاش ما تقطعش العلاقات؟ امريكا كامريكا دارت حروب وصراو جرائم، فرنسا صارت حروب ودارت جرائم، هذه هي طبيعه العالم. بصح انت علاش مخصص اسرائيل واللي التواصل معها راح ينقذ الغزاويين من المجاعه، وما تقطعش العلاقات مع ايران مثلا اللي راك جايبها وتستقبلها وبالاستقبال رئاسي كبير؟ مجرمين هم قتلوا المسلمين في سوريا ايضا. كل الحكام كلهم مجرمين، ولكن عندي مصالح لبلادي كي تكون فيها مصالح انا نتعامل مع الناس. علاش ما نتعاملش مع الناس يكون في صالح البلد؟ يا ولدي راهي في الجزائر قال لك 15 يوم ولا 20 يوم ما جاهمش الماء. هل هذو الناس هذو الناس يعني دوك شوف يعني حتى نقول لك حاجه، نسمع في الجزائريين كي يعني يدافعوا على بلدهم، هذا حقهم باش يدافع على الجزائر وعنده حشمه او حاشم وقيل حشم، لانه الجزائر شايفها رايحه يعني ماشيه خلاص، ما بقى والو. كما قلت انت كلوب دي بان وموريتي، الناس راهم يجيو هنا للخارج يشريو يشرو في لي فواتور ويشرو في لي ميزون وكل شيء بلاش بالدراهم الجزائريين. والجزائريين هما اللي راهم مغيبين مساكن رايحين فيها مره ما خلاص، ما وش نقول لك، ما يعني ما قلبي وجعني، راه واجعني، ما نقدرش. كتشوف الظروف هذه اكيد. دونك يعطيك الصحه اختي العزيزه. شكرا، ربي مرحبا بك في اي وقت. شكرا، ميرسي. شكرا لك، يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. كنت نشوف التعليقات تتسارع، جا في عيني تعليق واحد قال لي النظام الجزائري مع بشار الاسد. النظام الجزائري منذ 2011 مع بشار الاسد، بصح العبره ماهيش في هذيك. انا ما عنديش اشكال بالمطلق انك تتخذ مواقف مختلفه. مثلا النظام الجزائري 2011 2023 هو مع النظام تاع بشار الاسد. هل غير شيء؟ هل اعاد النظام تاع بشار الاسد للجامعه العربيه؟ والو. لما اراد النظام الجزائري في القمه العربيه اللي كانت في الجزائر، قال لك قمه اول نوفمبر، يعاود يرجع نظام بشار الاسد للحضن العربي، قالوا له لا، والسعوديه هي اللي قتلوا، ما كانش نيات. بعد السعوديه بعد اشهر هي اللي اعادت نظام بشار الاسد للحضن العربي للجامعه العربيه. لا وزن لا هيبه لا مواقف. من 2011 ل 2023 وهما يدعموا في نظام بشار الاسد، كش ما غيروا والو. 2022 عفوا، خلطوا لنا السنوات مع تبون وجماعته. هذه هي. فاللي قال لي لو كان هما حتى كيدعموا نظام بشار الاسد ما يغيروا ولا شيء، لا وزن لا هيبه لا مواقف خويا، واش رايحين نديروا حنايا؟ مساء الخير خويا. مساء الخير. طلعني دوك نطلعك خويا. مساء الخير. ما عندكش الصوت. يا هو لافروف حاب يطلع معنا، انا نقول له وزن لا هيبه لا مواقف تخلطت. تصويره تاع محمد عبد الله يبان لي، ربي يطلق سراحه ان شاء الله. النظام الجزائري فالح غير في رمي الناس في السجون. مساء الخير خويا. مساء النور خويا، واش راك لاباس؟ والله غايه، مرحبا بك. الحمد لله. شوف الاخ، كي يكون الامر متعلق بتبديد الاموال الجزائريين، النظام الجزائري يبعث للعباس، يبعث له الاموال نورمال. كي يكون المساعدة لغزة، وليدات محمود عباس مساكن على بالك عندهم شركات ولازمهم اموال شويه، ساعه ندعموهم شويه ونديو حنا تاني شويه يروحوا للبنوك، فيديو النظام الجزائري. البنوك الاسرائيليه هذا ماشي الطبيعي. هذا ماشي ضروري. ضروري. والفلسطينيين كش ما عندهم بنوك، هاو لازم تفوت على اسرائيل كما خديجه بن قلنا.
تطبيع خيانه. غير هي لما تروح زعما للقدس باش دير شويه تصويرات لازمها تدي التاشيره الاسرائيليه وتدخل على اسرائيل. وكي تكون غزة ويكونوا المساعدة، لازم يكونوا الشعب الجزائري كاع يكون حاب يجوز المساعدات لوسمو، يلقى لك الذريعة باللي هذا تطبيع وهذا، يعني عندهم ازدواجية للخطاب. ويقول لك ندير إقامة دولة فلسطينية في حدود 67. كيفاش؟ المهم إقامة دولة فلسطينية هي كيفاش عمليا نديروا برك نساعدوا الفلسطينيين كيفاش بالشعارات ظالمة أو مظلومة. الناس راهم يمدوا الأردن دولة تعيش ظروف اقتصادية كارثية، مشاكل داخلية وكلش، وبعد مساعدة تروح دير كيفهم خويا. يخي تضل تقول احنا ما نهرولوش للتطبيع، ها روح دير كيما الأردنيين. والله رمضان صامت كي تشوف هكا خوتك واسمو، وان شاء الله ربي يكون معاهم ان شاء الله خويا. لا والله احنا مستضعفين ديجا في الجزائر، عندنا مجاعات يعني. لا انا ودائما نقول ودائما نقول احنا الاولويه الجزائر وشمال افريقيا بصح في القضيه هذه الصراحه حابين نعاونوهم. وليدات يجيب السطل هكا، هذه مجاعه تسمى مجاعه. تقدر تساعد بصح باش تساعد خويا لازمك تتصرف كدوله تحترم نفسها، لازمك تتواصل. حتى الاعداء يخليني نقول علاش الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب جرائم نتواصلوا معها، إيران ترتكب جرائم نستقبلوها استقبال الملوك، روسيا حليفة وهي ترتكب جرائم في سوريا، وهادو نتواصلوا معهم باش ندخلوا مساعدات للغزاويين ياكلوا ويشربوا. قال لك لا احنا ظالمة أو مظلومة ومنا ومن هي مش دولة. والله حابين نعاونوهم في الأمور اللي نحبوا نعاونوهم حنايا يعكسونا، وفي الامور اللي ما نحسبوهم حنا تبديد للاموال اللي يبعثوهم العباس هذاك، تبديد الاموال تاع الخزينه تاع الجزائريين يهرولوا. لا يعطيك الصحة خويا العزيز. الله المستعان، بقاو على خير. الله المستعان. مرحبا بك خويا في اي وقت. يعطيك الصحة.